السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الاسم عبد الحي النجاري، العمر 36 سنة، الجنسية مغربي، العمل حارس أمن خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. الموضوع ديال هذا الفيديو غادي يكون غريب بزاف ماشي شوية، وهو البحث عن زوجة. نعم، أنا كنقلب على فتاة للزواج هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمبرر اللي جعلني أنني نقوم بهذه المسألة هذه هو أن الراتب ديالي كحارس أمن خاص لا يسمح لي بتاتا أنني نستقدم الزوجة لهنا. لذلك أنا كنقلب على فتاة للزواج هنا في دولة الإمارات، وتكون طبيعة الحال عاملة، ونتفاهموا على الشروط الأخرى. طبيعة الحال كما أنا عندي شروط، هي أيضا عندها الشروط ديالها. المفزع أو الغريب أو اللي غادي يسميه البعض الكارثة هو أنني متزوج، متزوج في المغرب، ولكن اطمئنوا، الزوج ديالتي موافقة على هذه المسألة هذه، بل أكثر من هذا، هي شجعتني على الزواج. وهذا لا يعني إطلاقا، أسطر على هذا الأمر الذي أريد أن أقول، لا يعني إطلاقا أنها لا تغار أو لا تحس بشعور الأنثى عندما تتخيل، مجرد تخيل أن زوجها يمكن أن يتزوج زوجة أخرى أنثى مثلها. بتاتا هي تغار، ولكن وبحسب كلامها هي نفسها تغار، غيرتها على العرض وغيرتها على الدين أكثر وأكبر وأعظم من غيرتها على زوجها أو من امرأة أخرى. إذن هي موافقة مبدئيا على الأمر. بالنسبة للشروط ما غادي نقول حتى شي حاجة الآن، ولكن اللي وافقت مبدئيا على فتح الحوار غادي نتحاوروا إن شاء الله في الموضوع، وديك الساعة نتفاهموا ونتواصلوا. علاش ماشي ما سبقوش شي وحدين داروا بحال هذا العمل هذا؟ أنا عندي واحد الطلب بسيط، وهو نحترموا الاختلاف، نحترموا الطريقة ديال التفكير ديال الأشخاص، كل واحد كيفاش كيفكر. أنا بشر، إلى الآخرين ملائكة معصومون، أنا غير معصوم، أنا ماشي ملاك، أنا بشر أصيب وأخطئ، أعمل الحسنات وأرتكب السيئات. ولكن الخوف ديالي من الوقوع في الحرام هو اللي جعلني أنني أنا نقدم الموضوع بهذا الشكل هذا، ولا أحس بذرة من خجل، ولا أحس بذرة من عار. أنا أفتخر بهذا العمل اللي كنقوم به الآن، علاش؟ أنني أريد الحلال. أما الآخرين إلا خلقهم الله عز وجل الملائكة، أنا ماشي مشكلتي هذيك، هما سعداتهم خلقهم الله عز وجل الملائكة، أنا بشر بشر عادي جدا. إذن اللي شافت بأن الأمر يهمها نرجو أنها تتواصل معايا، سواء عبر الإيميل المكتوب في الشاشة ولا الواتساب كذلك المكتوب على الشاشة. وشكرا لحسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.